بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بإذن الله من عند الطيور بتاعتنا. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة جدا مفعولها سحر. بس قبل بقى ما نخش على تفاصيل فيديو النهارده، اتمنى من حضراتكم ترفعوا الفيديو باللايك. حطي اللايك على الفيديو لو عجبك واستفدتي مني بحاجه بسيطه، فادعمونا كده الفتره دي في القناه علشان ان شاء الله نستمر باذن الله، واعرف كمان انزل فيديوهات. فأتمنى بس من حضراتكم تتفاعلوا كده معانا شوية على الفيديوهات باللايك والمشاهدة. طبعا بإذن الله القناة هتستمر إن شاء الله. بصوا مبدئيا دي كده الفراخ اللي عندي. كان جالي سؤال، هي الفراخ دي فراخ بلدي حر؟ لا، الفراخ دي فراخ فيومي. الفيومي في منها نوعين، نوع زي ما انتوا شايفينه كده بيبقى حجمه صغير، وفي النوع اللي هو الحجم الكبير اللي هو الفيوم البيور. انا جبت منه النوعين. الفيوم البيور بصي تحفة يعني، بس ما عادش تقريبا موجود منه، بس لو لقيتي منه هاتي منه. انا جبت منه قبل كده اللي هو الفيوم البيور. بيتميز معاكي ان هو بيبيض على 4 شهور بالظبط، بيكون الفرخه بيضه معاكي حاجه كمان يعني. وهو في عمر شهر بتقولي لا ده عنده شهرين و3. الفرخ معاكي بيبقى وافي، والديك بيشيل اوزان فظيعه. فلو لقيتي اللي هو الفيوم البيور هاتي منه. حلو جدا من تجربتي فيه. وبيضه بقى بيبدأ يكبر معاكي، وبيتميز كمان البيض بتاعه بصفارين وب3. يعني ساعات كنت افتح البيضه الاقي جواها 3 صفارات. فحلو قوي. الصراحه ما لقيتش، يعني انا جبت منه مره وبعد كده ما لقيتش منه تاني اللي هو الفيوم البيور ده عندنا. فانت لو لقيتي عندك اللي هو الفيوم البيور هاتي منه. ده بقى الفيوم الحر العادي خالص. بيكون فيومي كده مشابه شويه للفراخ البلدي. برضو بيشيل معاكي اوزان، بس مش بيشيل معاكي وزن زي اللي هو الفيوم البيور. بيتاخر بقى عن البيض شويه، يعني ما بيبيضش معاكي على 4 شهور. ممكن يتاخر معاكي شويه، 5 شهور، ممكن كمان يعدي ال5 شهور. فهو انما الفيومي التاني بيبيض بدري شويه. بس في النهايه اللي انا بحب الفيومي بيبقى حلو برضو. عن اللي هو البلدي الحر بيبقى صغير كده في الحجم، انما ده لما بتذبحيه بتاخدي منه حجم كويس، وكمان انتاجه في البيض ممتاز اللي هو الفيومي البيور. والبلدي المشعر برضو حلو جدا، عشان انت برضو لو حابه ان انت تجيبي سواء فيومي بيور او فيومي اللي هو العادي ده، او البلدي المشعر. وممكن تبداي تجيبي شويه البلدي المشعر بقى بيبيض بدري شويه، يعني ممكن على 4 شهور، وممكن يعدي برضو ال4 شهور شويه. فحبيت بس اقول لك على المعلومه ديت. بالنسبه بقى للاكل زي ما انتم شايفين، انا برضو لو عندك قشور بيض بتغسليها وبتنشفيها وبتبداي تضيفيها. ده كده بالنسبه لي كالسيوم طبيعي. الناس اللي هتقولي طب بتحطي كالسيوم فيتامينات، ما بحطش اي علاج خالص. والله حتى مضاد السموم ما بحطه. يعني ممكن احط بداله شويه خل، اعصر ليمونه، التوم، البصل، الحاجات دي اساسيه عندي. دي من اقوى معايا من مضاد السموم ذات نفسه. فالحاجات الطبيعيه دي وقائية بقى من الفيروسات، أي فيروس، أي مشكلة، أي حاجة بتظبط معاكي كل حاجة. فطالما أنا ماشية تمام والوضع عندي تمام، مهتمية بالنظافة وكل حاجة تمام، إن شاء الله بإذن الله بتاخدي إنتاج كويس، الفرخة بتبيض معاكي كويس. هبقى أعمل لكم برضو بالتفصيل إمتى أعرف إن الفرخة هتبدأ تبيض معايا. إن شاء الله هعمل لكم فيديو إن شاء الله بإذن الله. فبتبداي كده ان انت بقى ايه اللي برضو الميه بتاعتهم تبقى مغسوله باستمرار، سقاياتك نظيفه، كل حاجه نظيفه، الارض على قد ما تقدري. رشه الجير المطفي ده اساسي معاكي من تربيه الفراخ البلدي او البيضه او اي طيور عندك. الجير المطفي ده اساسي معاكي. الشيح اعمليه مره كل اسبوع، هيقي معاكي بقى امراض كتيره. الناس اللي بتقول الفراخ تحسي ان تمسكيها تحسي ان هي خفيفه قوي، ده بيبقى في ديدان موجوده في بطن الفرخة عندك، فبيبقى محتاج منك يا جرعة للديدان، يا إما جرعة أو في كوكسيديا أو كوليستريديا. بتبدأي تشوفي الوضع عندك إيه. أو بيبقى فيه ديدان، فالديدان ده إحنا بنعمل إيه؟ بنبدأ نعمل مغلي الشيح ليهم وقائي كده كل شهر مرة، حلو جدا على فكرة. أو مرة كل 10 أيام اعمليه. الشيح ده حلو برضو معاكي، بيظبط معاكي لو في ديدان، لو في أي حاجة. بيبدأ كده يعمل عملية غسيل كده في أمعاء الطير. تمام. تعالوا بقى كده هنخش عند الفراخ البيضة بتاعتنا ونعمل خلطة النهاردة.
تعالوا بقى كده معايا هنخش على المطبخ على طول وهنشوف هنعمل ايه من المطبخ النهارده للفراخ البيضه بتاعتنا. بصوا بقى معايا النهارده اللي هي عشبة النعناع. النعناع ده حلو جدا جدا معاكي. بتبداي كده تسخني مج ميه وتبداي على طول تنزلي بيه بشويه نعناع كده. طبعا النعناع ده انا منشفاه في البيت. وهتبداي تحطي معاه لما يبرد خالص، مش هينفع دلوقتي احط العسل النحل. لما يبرد خالص هبدا احليه بمعلقه عسل نحل كده صغيرة خالص، وهابدأ أقدّمه للطيور بتاعتي، أو إن أنتِ تعصري كمان ليمون ما فيش مشكلة خالص، شوفي اللي يريحِك إيه وابدئي اشتغلي. بس خلطة النهارده إحنا بنتكلم عن النعناع، وكمان عسل النحل والليمون حلو جدًا معاكِ، من أقوى كمان فواتح الشهية ال3 حاجات دول. أولًا النعناع بيعمل معاكِ إيه، بيقوي جهاز المناعة، وده أهم شيء يا حبايبي إن إحنا دايمًا، دايمًا نرفع المناعة عند الطائر. كمان حلو جدًا لنزلات البرد، كمان مقوي للكبد، بيفتح الشهية، منشط للطائر، مفيد للجهاز التنفسي، بيساعد معاكِ في عملية الهضم. فحلو جدًا معاكِ. عايزة بس سريعةً أتكلم كده برضه عن فوايد العسل. أولًا العسل حلو جدًا، مضاد حيوي طبيعي، بيقوي معاكِ كمان جهاز المناعة، بيرفع المناعة. بُصّوا هو مكمل غذائي كده، بيعوّض معايا بقى نقص التغذية لو أنتِ مثلًا ما غذيتيش الطائر كويس، أو الفرخ معاكِ مش راضي ياكل الكلام ده كله، لإنه فيه مليان فيتامينات وأملاح وأحماض أمينية. فحلو جدًا يعني. بُصّوا هو حلو أوي. أنا بالنسبة لي يعتبر كالسيوم وفيتامينات وحاجات طبيعية للإيه، للفراخ البيضا. والليمون طبعًا فيتامين سي حلو أوي. كل الحاجات دي حاجات موجودة من مطبخِك، بس هتفرق معاكِ، وفي نفس الوقت حاجات بسيطة مش بنكلِّف الدنيا ولا حاجة. المهم إن أنا في الفترة دي حابة إن أنا أرفع مناعة الفرخة على قد ما أقدر. طول ما أنتِ هترفعي المناعة إن شاء الله بإذن الله هتاخدي إنتاج كويس من الفراخ. وكمان هتصُدّي معاكِ بقى لا قدّر الله لو الفراخ داخلة معاكِ على طشمة، على برد، على أي حاجة، أنتِ مضبّطة الجهاز المناعة عندهم، فإن شاء الله بإذن الله هتقي حاجات كتيرة. خلطة النهارده اعمليها مرتين في الأسبوع. مش حابة تعملي الليمون، أقصد النعناع، اعملي ليمون بالعسل النحل. هاعمل لكم خلطات كتيرة بالعسل النحل إن شاء الله. كان جالي سؤال قدّام حضراتكم أهوّة. بُصّوا بقى حبيبتي بتقول لي: "أنا عندي مشكلة في الفراخ البيضا عُمر 4 أيام ولسه بيسيلوا الحمام بتاعهم زي المَيّة وفيه كمان لونه بُني وكان فيه رغاوي كده وكلام من ده." المهم إن أنا عملت إيه، خلطة البصل والتوم والليمون ولسه الإسهال. ما ينفعش فراخ عُمر 4 أيام أبدأ أدخّل لهم الليمون وكمان اللي هو التوم والبصل والحاجات الحامية دي عليهم. أنا دايمًا باحب في خلطاتي أو من تجربتي أنا مع الفراخ البيضا أول أسبوع باحب إن أنا أدّي أعشاب، توم باودر، بصل باودر، ما بيبقاش حامي أوي على الفرخ لإن بيبقى لسه صغير. ممكن في خلال 4، 5 أيام أبدأ أبشر نُص فص توم بسيط خالص. بس الصراحة أنا البصل والحاجات دي باحب أفضّلها من بعد الأسبوع أبدأ أشتغل معاهم بالبصل بالتوم، وبرضه بنسبة بسيطة، عشان الحاجات دي الكتكوت بيكون لسه صغير. المهم طيب يبقى دي أنتِ أول غلطة وقعتِ فيها. الكتكوت طالما عُمر 4 أيام وبيسهل معاكِ وأنتِ جايباه من أول يوم كده بيكون عيب في الكتكوت ذات نفسه. يعني مش عيب منِّك ولا حاجة، هو الكتكوت جاي حامل معاكِ الإيه، المرض من وهو صغير كده. طيب في الحالة دي أعمل إيه، هابدأ هاشتغل طبيعي. أنا ممكن أدّي أنتينال من أول يوم ما فيش مشكلة، مطهّر معوي خالص أو كبكت أو أي حاجة، لو مش متوفر جنبي صيدلية بيطرية ولا حاجة. بس أنا أفضّل لو أنا جِبت الكتكوت ومن أول يوم حسّيت إن الدنيا كده مش متضبّطة معاه، أروح أجيب له التحصينات. التحصينات دي بتاعة 4، 5 أيام بتضبّط معاكِ المعوي عند الإيه، عند الكتكوت على طول. طبعًا مع إيه، مع تضبيط الفرشة بقى ودرجات الحرارة والكلام ده كلّه، وإضافة معلقة النشا على الأكل، هتضبّط معاكِ الدنيا. برضه كانت بقية السؤال بتقول لي هاربّي في البلكونة وكده وهاعمل إيه، وتقلُّبات الجو والكلام ده كُلّه. بُصّوا أنا طول عمري برضه قبل ما أفتح القناة كنت باربّي شوية فراخ كده في البلكونة عندي، والبلكونة كانت بتبقى صغيّرة. زي ما قُلت لكم صيف، شتا، اعملي زي ستارة كده، زي ستارة كده في البلكونة وهي كمان عندها الستارة، فتمام كده الوضع تمام. فبابدأ بقى أعمل عِشّة كده بسيطة في البلكونة، وبابدأ بعنايّة أشوف. أنا قُمت من النوم مثلًا لقيت الجو فيه هوا، مش بافتّح على فراخي. جيت بعد الضهر لقيت الشمس طالعة والجو حلو، أبدأ أطفي اللمبة وأفتّح لهم كده إيه، أبدأ أفتح جزء كده من العِشّة اللي أنا عاملاها، يعني أبدأ أدخّل الشمس كده وما باكونش خايفة ولا حاجة. طيب أنا جيت بعد العصر لقيت في شوية هوا، هابدأ بقى أغطّي على هي الفكرة معايا بتبقى إيه، بتبقى فكرة كده إن أنتِ بتتابعي بعينيكِ، بتبدئي تشوفي الوضع إيه بعينيكِ. شايفة الفرخ مرتاح تمام، شايفاه بردان بابدأ أضبّط، شايفاه حرّان بابدأ أفتّح. وطبعًا لازم حتّة إن أنا أفتّح وأضبّط الدنيا دي أساسي عندي.
يعني في النهاية كده إن أنتِ تبدئي تضبّطي بعينيكِ، لإن في زي ما قُلت لكم في طيور بتحتاج درجات حرارة أعلى، في أوطى. أنا ما يعني فكرة الترمومتر والكلام ده ما باقتنعش بيه خالص. فأنتِ بس حاولي إن أنتِ إيه، تتابعي وتشوفي الوضع عندِك إيه. بالنسبة لسحب الأكل يا حبايبي، أنا مثلًا كل يوم باحُط فيما يعادل اللي هو رتل، الرتل بتاع المَيّة ده أكل، يعني عندي اللي هو المعيار بتاع الرتل ده، بابدأ أحُطّه، باجي تاني يوم باشوف هُم خلّصوا الأكل ده في قد إيه. يعني مثلًا في أول يوم ممكن يخلّصوه مثلًا في نُص اليوم، آجي لأ هازوّد شوية، هازوّد عن الكيلو مثلًا اللي أنا باحطه لهم دول، هابدأ هازوّد شوية وهكذا، وهكذا، بابدأ أتابع، باشوف الفرخ أكل معايا قد إيه. حتّة بقى أحط قد إيه وجبات في اليوم، أنا عمري ما عملتها كده، عمري ما حسبتها. ليه؟ لإن أنا باحط الأكل على حسب ما أنا شايفة الوضع إيه، باحط شوية وباطلع لهم مثلًا بعد العصر أشوف، لأ هُم كده محتاجين أزوّد شوية، لأ ده هُم كده خلّصوا بدري. فهي نظام إن أنتِ تتابعي وتشوفي الفرخ معاكِ أكل قد إيه. وطبعًا طول ما أنتِ مهيّئة كل حاجة تمام، الفرخ هيستجاب معاكِ وهياكل وهيشرب. فحبيت بس أوضّح النقطة دي لحضراتكم. ده كان فيديو النهارده، طوّلنا معلش يا حبايبي. أشوفكم إن شاء الله في فيديو بكرة على خير، مع السلامة.